السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر نور، وده فيديو جديد. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، مش عشاني والله، يعني انا عشان اخوك المحتوى اللي عايز يوصل 100,000 مشترك. ده بقالي 5 سنين على اليوتيوب ما وصلتش 100,000 مشترك، يعني اتمنى انه يوصلها حتى قبل ما اموت، يعني فاهم؟ هروح كده وانا معايا درع كده صغير علقه ورايا هنا يا اولاد ويتكاثر. واصل هو انا اسمع ان الدروع بتجيب الدروع الثانيه، يعني فاهم؟ عارف زي ما الفلوس تجيب فلوس، هو الدروع بتجيب دروع. فدرع 100,000 يجيب درع مليون. انا بحلم صح؟ اعمل الله اشتراك وسيبها على الله يا ابني، واعمل لايك للفيديو وافرح كده واتبسط يا حبيبي، اتبسط. ازاي تكلم اي يوتيوبر؟ هديك في الفيديو ده شويه تريكسات كده تعملها، شويه تريكات تعملها تقدر من خلالها شويه سيكريتس تكلم اي يوتيوبر. شوف، اول حاجه لازم تبقى عملت لايك. بس معاك اول حاجه، اليوتيوبر ده لازم في الديسكربشن بيحط شويه روابط. الروابط اللي هو بيحطها في الديسكربشن دي اللي هنشتغل عليها. يعني ايه شويه روابط يا عمر؟ هقول لك. اول حاجه بيكون حاطط رابط الانستا، وما ادراك ما الانستا عزيزي المشاهد. الانستا ده مفيش حد حاليا ما عندوش انستجرام. اي يوتيوبر مشهور او يوتيوبر محترم لازم يكون عنده حساب على الانستجرام. هتقول لي طب ما يا عمر جبت الحساب بتاعه على الانستجرام، طب ما انا ببعت له ما بيردش. تفتكر دي هتفوتني؟ مش هتفوتني. لو بعت له على الانستجرام ما ردش، ودي حاجه مثلا بتكون احتمال، لان هو وارد تبعت له على الانستجرام، وارد ان هو يكون قافل رسائل، وارد ما شافهاش. هقول لك اكتب له في تعليقات الصور على الانستجرام. غالبا من كتير من اليوتيوبرز ما بيهتموش بالتعليقات، يعني ما بتلاقيش مثلا عدد كبير قوي معلق، بتلاقي هم كام تعليق بس. فانت هتظهر كده كده في التعليقات. خش علق له عزيزي المشاهد، يقول له كده انا عايز اتواصل معاك بخصوص الموضوع 1 2 3 4. فرضا ما شافش التعليق، لا عزيزي المشاهد بقى انت كده بتصعبها عليا، يعني ولا شاف الرسائل ولا شاف التعليق، صعبتها عليا. ما تصعبهاش عليا. خش على الفيسبوك بتاعه. عمر انت بتجيب التايه يعني فعلا. طب ما انا كنت ممكن اعمل كده من غير ما اشوف الفيديو يعني. عايزين المشاهد، عايز اقول لك ان انا بديك نصايح وكل مره هديك ليفل اصعب، يعني ما تفتكرش ان انا خلصت على، لا هديك ليفل اصعب كل مره. الفيسبوك ده ممكن تكتب له في التعليقات، ممكن تخش تكلمه برايفت، بس بقول لك برضه برايفت ما يعني في ناس كتير من اليوتيوبرز بتقفل. ما اعرفش ليه الناس بقت عدوانيه، كله قافل الايميل هنا وقافل الايميل هنا وقافل الايميل هنا. يا ابني سيب فرصه للناس. انت لو جيت لي هتلاقيني فاتح الانستجرام بتاعي. خش عزيزي المشاهد، بص انطلق عني. تلاقيني عندي، بص اي حد بيعمل لي فولو بخش بحبه انا. تعالى يا ابني وصور معانا وبقيت واحد من الاسره وانا حبيتك وبتاع. فانت ممكن تروح تعمل لي فولو على الانستجرام، هتلاقيه تحت في الديسكربشن. فاللي انا اقصده لك ان ما تقفلش الاكونتات، خلي اليوتيوبرز كده يفتحوا كده تواصلوا مع الناس كده. المهم هنبعت له في تعليقات الفيسبوك، علق له على الصوره والله يا فنان النجم العظيم انا كنت عايزك في الموضوع. ابعت له على صفحته بتاعه القناه. كل يوتيوبر بيبقى ليه صفحه بتاعه القناه، يعني مثلا كعمر نور بيبقى ليه صفحتي الشخصيه وليه صفحه ثانيه دي بتاعه قناه عمر نور. ابعت لي على القناه، ابعت لي هنا. المهم فرضا الثلاثه ما رديوش، ولا القناه ولا الاكونت ولا هنا، عايزين مش انت كده بتقفلها في وشي جامد، يعني انا هعيط. خلي بالك انت كده قفلتها في وشي جامد. السكرت الحاجه الاكبر، الديسكورد. مفيش حد ما بيشوفش رسائل الديسكورد. يعني ايه الديسكورد؟ الديسكورد ده بيبقى تطبيق بتوع الجيمنج عامه، بيبقى عندهم لازم ديسكورد بيتواصلوا بيه مع اصحابهم، وما بييجوا يصوروا بيعملوا حاجات بيه. فالديسكورد ده لازم بتمنشن له كده، لازم بيشوف الرساله بتاعتك. خش السيرفر بتاعه على ديسكورد وتواصل معاه هناك، لازم هيرد عليك. طب فرضا يا عمر ما عندوش ديسكورد، والله عزيزي مش انت بتتعبني. انا تعبت منك والله، خلي بالك. ما عندوش ديسكورد ازاي يعني؟ خش على الحاجه التقيله بقى، يعني خد القضيه بقى والتقيله والخلاصه بتاعت الموضوع. لو ما عملتش اشتراك مش قايل، معلش انا قاعد بقى لغايه ما تعملوا اشتراك، عشان دي بقى شغلانه ما تجيبش همها. عايزين نوصل 100,000، ما جربنيش عليكم. طالع ومسرح شعري وحاطط جل مجلجل ولابس الطقمايه الحبله، عشان انت تبخل عليا باشتراك. اعمل اشتراك هنوصل 100,000. انت مش هتخلص. عارف على فكره انت عملت اشتراك ما بيقطعوش دراعك او يعني صباعك، يقول لك الواد ده عامل اشتراك وراح لا عادي تعمل اشتراك وبتمشي عادي. انا بقى بفرح بقى وببسط وبنبقى يعني اعمل اشتراك. المهم عنده رساله مهمه جدا بيبقى كاتبها تحت كده في الديسكربشن، اسمه البيزنس اكونت. ايه البيزنس اكونت؟ ايه البيزنس؟ احنا قطه ولا؟ البيزنس اكونت ده عزيزي المشاهد اكونت الشغل، اكونت المانيهات اللي بيجي له عليه بقى الاعلانات. يبدا يجي له بقى واحد يكلمه مثلا يقول له انا عايزك في اعلان فلان. الاكونت ده بيرعى رعايه اهم من ابوه وامه، لان الاكونت ده بتاع الفلوس زي ما قلت لك، فالناس كلها بتهتم بيه جدا. اي رساله بتيجي على اكونت البيزنس لازم يشوفوها. فانت مثلا خش مثلا على قناه مثلا السوق جيمنج، هتلاقي حاطط في الديسكربشن ولا كاتب حاجه كده اسمها بيزنس اكونت او انكويريز اكونت. يعني المهم يعني هتلاقي حاجه كده اكونت وجيميل، يعني حاجه .gmail.com. اعرف ان ده الاكونت بتاع البيزنس بتاع الفلوس عزيزي المشاهد. اكونت البيزنس ده بيشوف كل حاجه، لان ده اللي بيجي له عليه اعلانات، ده اللي بيجي له عليه فلوس، ده اللي بيجي له عليه تعاقدات. يعني اي حاجه خاصه بالمواضيع اللي هي البيزنس فاهم انت، الحاجات اللي هي الفلوس، الحاجات الماني دي بتجي له هناك. فلازم عزيزي المشاهد بيبقى في ناس معينه زي السوق جيمنج قاعدين مثلا ناس خاصه بس بتقعد على الموضوع ده، ان هي تراقب بقى وتاخد عمولات ونسب وبتاع الكلام ده كله. فالموضوع ده مهم جدا، بيبقى قاعد شخص مخصوص يرد على رسائل البيزنس.
روح ابعت له هناك، بس ما تقوليش ان انا اللي قلت لك عشان ما يزعلش مني، لا يعني روح ابعت لليوتيوبر اللي انت بتحبه. لما تبعت له على الاكونت هناك لازم اشوف رسالتك، بس خليك ناصح. يعني لما تروحش مثلا تقول ايه في عنوان رسالتك انا بحبك قوي يا فنان والنبي كنت، يعني مش هرد عليك. شغل دماغك شويه. انت مثلا تقول له ايه، حاول تخلي العنوان ملفت، اللي هو يخش يقول لك ايه اللي انت عايز ايه مني. يعني مثلا تقول له ايه، قول له مثلا انا كنت سلام عليكم، نحب التعاون مع حضرتك في 1 2 3 4 لدرجه التواصل. هو يقول لك ممكن يديك الواتس، لو اداك الواتس انت كده يبقى معاك رقم، يعني انت بص لما يكلمك يقول لك تواصل معايا او يتواصل معاك، قول له بقى حضرتك انا كنت حابب اصور معاك فيديوهات، انا كنت حابب اتعاون معاك، انا كنت حابب اعمل مش عارف ايه، انا كنت حابب. ابدا بقى اتكلم معاه بقى، شوف انت كنت عايز تكلمه في ايه وابدا اتكلم معاه. صدقني 99%، شوف 99% يعني تقريبا ده يدخل طب بيها، كان من الناس اللي كانت بتتواصل مع اليوتيوبرز كانت بتتواصل على اكونت البيزنس مان ده، بيكتبوا تحت في الديسكربشن. طب يا عمر فرضا ما كتبتوش في الديسكربشن، فرضا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، والله انا في الفيديو ده هبسطك والله، انت تعمل لي لايك وتبسطني واشتراك انا ابسطك. عارف انت لو شيرت الفيديو ده مع اصحابك انا هفرح جدا برضه، بحاول اقول لك حاجات كده تفرحني. المهم عزيزي المشاهد، الناس كلها كيوتيوب الفيديوهات القديمه بتاعتها بتبقى حاطه فيها حاجات هم بينسوها في المستقبل. يعني انا مثلا لو دخلت لي على اول فيديو ببقى حاطط فيه كميه روابط، ببقى حاطط ايميلي الشخصي على الفيس، ببقى حاطط رقم تليفوني، كنت بحط شويه بيانات انا مش عارف ليه، فاهم، داخل السجل المدني، فاهم كنت بحط بيانات كتير قوي. عايز اقول لك بقى ان الموضوع ده لو عملته بترجع للفيديوهات القديمه بتاعته، ارجع بقى مثلا لستيف جيمنج مثلا، خش على اول فيديوهات ليه هتلاقيه مش بعيد تلاقي حاطط رقم تليفونه، بتجمع كميه بيانات عنده رهيبه جدا. فمش شرط تشوف اخر فيديو، فاهم، ارجع شوف الفيديوهات القديمه. الفيديوهات القديمه هتلاقي لا منشل لك محتوى مثلا، لا عايز المشاهد انا كنت حاطط مثلا تواصل معايا على كذا، تواصل معايا على كذا، عرفت كده هتتواصل معاه ازاي؟ ما عرفتش حاول تعمل حركه اذكى. يعني انت مثلا فرضا انت عايز تجمع معلومات عن ستيف جيمنج او الاكونت بتاعه فما عرفتش تجيبه، خش على دكتور ميشو او اي حد بيلعب معاه، يعني مثلا ستيف جيمنج مثلا بيلعب معاه مثلا كريبتس، خش على اكونت كريبتس، لما تخش على اكونت كريبتس اكيد عامل فولو الاكونت ايسي، فتعرف تجيب ايسي، فاهم، عارف انت في موزه تعجبك في الفرح فانت مش عارف تجيبها منين، تبدا تخش على اصحابها، تبدا تخش على الفرح، تبدا تخش على جروب المعازيم، والله هجيبك يعني هجيبك، هخش على واحد واحد لغايه ما اجيب، فبتبدا توصل. فده كان فيديو قصير كده عن ازاي تقدر تتواصل مع اي يوتيوبر انت بتحبه. بعد الفيديو ده هتدعي لي، ولو عايز تتواصل معايا مش محتاج تعمل كل ده، تعمل لايك واشتراك وتيجي تكلم اللي مش عامل اشتراك ويروح يكلمني. طب انت يعني مش هتكلم، اعمل اشتراك ثم تعالى كلمني على عيني وعلى شعري وعلى اي حاجه. بس شباب هو ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبك. التعليقات، الناس اللي بتكتب تعليقات حلوه خد بوسه، انا بحب التعليقات على فكره، برد عليها كلها وبعمل قلوب كده وافضل اسهر بالليل بقى ايه قلب 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 قلب، واحبكم قوي. فهو ده الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.